والله بيقول لك لو كان فيهم خير كان طرح. هو بيحب ينخله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتونا. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ عايزه اقول لكم احنا في مطعم كله دوشه 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 دوشه، فيا رب تكونوا سامعيننا اصلا انا عارف يعني. الناس ما بتاكلش في بيوتها ليه؟ اه صح؟ اه والله. المهم انا طالبه لكم فضلة خيركم بقى، مش عارفه التصوير مش باين. مناقيش بالسجق. واحنا بناكل بالكاميرا الاماميه يعني هتعكس. احنا بناكل بالشمال من اليمين، بس بالشمال انتوا إيه؟ هتشوفوها بالشمال. وعلي طلب بقى فراخ بانيه، بس انا هقسمه يعني، ورز وبطاطس. والنشوه صفا النهارده واكله من ايه؟ مناقيش. مش عارفه انا ايه اللي عملته في نفسي ده، بس مش مشكله. تسلم يا غالي. تعالوا بقى كلوا معانا. مش معلقه؟ مش معلقه حاجه؟ يا ايوه اتفضلوا معانا يا جماعه. ده سجق، بس سجق شكله اسكندراني مش السجق بتاعنا. سجق شبابي. يعني انا بقالي يا جماعه فتره كبيره ما صورتش حاجه على قناتي، فما صدقت. والله وانا زعلان قوي. ناس قاعدين يشتغلوا يقبضوا على قلبهم، وناس قاعدين زي خبيثه كده. انا بنتك يا اخويا، ما بتخلينيش اشتغل. انت بنتي. نادين اخده يعتبر 98% من وقتي. والله. لا عارفين نشتغل ولا عارفين نعمل اي حاجه. ان شاء الله هانت باذن الله، يعني الحمد لله بفضل من ربنا. يعتبر خلصنا احنا خلصنا الجهاز بتاعك. ناكل بدي. الله الهدوء ايه؟ السجق غير بتاعنا. اياك التسجيل ده يتحرق. عايزه اوريكم البانيه اللي عليه طالبه. بحب البانيه بتاع هنا قوي. بسم الله. الله، احلى بانيه بعد بانيه نشوي. بحب بانيه هنا قوي والله فعلا. بس مش هيعرف يقلد بانيه مراته يعني. شوفوا يا جماعه، لما يكون بني ادم عنده ملانه، هي مدت ايدها خدت من هنا، حد شاف لها حاجه ولا دق لها اكل؟ خلاص بقى يا عم عشان بس عينك بس، عايزك تدوق. ده الطعم اللي انت كان نفسك فيه؟ لا والله حلو. طب كله بقى. ده سجق زي مفروم كده. حلو والله. ده فراخ بانيه. يعني هو الناس زعلانه منك صح؟ قوي احسن والله قوي. ونشوى زعلت. والله ما رضيت اكل. والله اقنع، اقسم بالله المكرونه بالبانيه اقسم بالله هناك في البيت. والله حصل زي ما هو. والله العظيم زي ما هي. انا برضو انا ما اكلتش. والله خلص الفيديو وقعد اكل. قعد صالحنا، احنا ما صالحناش. قال لي خبطوا دماغكم في الحيطه وقعد اكل. انتوا عارفين يا جماعه، انا لما ما اعملش مقالب الا قليل قوي، عشان يعتبر 95% من اي مقالب على اليوتيوب، يعتبر 99% كلها بتبقى فيك. انا ما بعملش مقلب الا لما يكون مقلب بجد 100%. ويزعلنا 100% يعني. ما تزعل. جربوا حاجه. ما اكلناش اهو تاكلي اهو. بس السجق ده ما عجبنيش. حلو. بهاراته كتير طعمه شديد شويه. بس عامة الناس اللي بتحب السجق بيحبوا الطعم ده. لا الفراخ البانيه هنا رهيبة. احنا في الجديدة دلوقتي. النهارده اليوم قلت له، هو قال لي برضه والله تعالي بقى عشان نتدلع النهارده، مفيش بقى لا نادين ولا بتاع. قلت له ماشي وانا موافقة. قلت لها والله ما احنا داخلين شقة نادين في يومنا. داخلها في يوم. لو قالوا لك ايه، احنا النهارده ندخل كده نروق على نفسنا بقى وكفايانا شغل الدماغ. بجد يا جماعه والله اي اب وام يجوزوا بنتهم بجد يتعمل لهم تمثال. لا انا بنصح اي ام. وتعب اعصاب وتلاقي الواحد باله مشغول. والله الواحد ما بفضى حتى انا بنصح اي ام تبداي يعني لو عندك عيله عندها سنتين ابداي اعملي لها حاجات. والله حقيقي يعني الله يرحم اهالينا
كانت البنت بتشاور ان هي لسه نونو، احنا كانت قاعده تتريق يعني، بس فعلا لازم والله. على الاقل هتيجي تبص تلاقي عندك نص الحاجه او ثلاث ارباع الحاجه، انما دلوقتي احنا بنجهز لنا نادين من ابره للعراق في يوم يعني اخش المحل عايزه اشتري كل حاجه، ان كل حاجه مش موجوده، انت متخيله؟ والحاجه بقى فلوسها بتوجع بقى بتزعل، والحاجه بتغلى. يعني اللي كان جايبه طقم صيني لبنتها وهي صغيره ب 5-6000 جنيه دلوقتي دخل على 25 و30000 جنيه. انا ما جبتش طبعا لبنتي الاسعار دي، بس بقول لكم يعني في الاسعار اللي الناس بتجيبها. يعني انا بقول لك مش عارف قد ايه ومستكترهم، امال لو انا كنت جبت بقى زي الناس زي جيراننا بقى لا كنت عملت ايه؟ الحمد لله ربنا يفرحهم والله. رب. يعني المهم الهنا وربنا يهديهم لبعض. ربنا يهنهم ويهدهم لبعض، وبقى احنا كده قدمنا مسؤوليتنا على اكمل وجه، رسالتنا في الحياه. ده حقيقي. هو الواحد نفسي اقول الجمله دي بعد فرح نادين كده، اقول انا يعني عملت الحمد لله رسالتي. اي نعم لسه في امير ونانو، بس امير راجل هيعتمد على نفسه بزقه مني برضه، بزقه من ابوه يعني. نانو هي اللي هتبقى ايه، لا اعلم دي بقى خايفه على نانو، يعني انا خايفه على نانو اكتر. الله اعلم، بس على فكره ما نحسبش يعني. ما انا بس بالي الله والله. انت هتكون احلى من اللي خلقهم؟ لا طبعا صح، هو خلقنا واضرب حالنا. انت صح، يعني انت خليت ناخد بالي ان فعلا يعني انا اللي كنت برزقهم، يعني لو مت رزق يتقطع ملوش علاقه. صح، كنا لقينا طول كان معانا جنيه. صح، ربك بيبعت الرزق على حسب النيه ان شاء الله، ارضى هتتراضى. ده حقيقي. الاغاني صوتها عالي قوي. معلش بقى نقفل. هنقفل عشان انتوا الصوت عالي قوي ومش عارفه انتوا سامعيننا اصلا ولا لا، بس كنا حابين نسلم عليكم كده. المفروض صغنون كده يعني نفك بالنحس بتاعنا. ايه؟ نفك بالنحس بتاعي. يلا مع السلامه يا جماعه، ربنا يخليكم يا رب.